مساء الخير يا حبايبي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. معاكم قناة حلو حادق مع المسية. والنهاردة بقى هندمس حبة فول. بس حبة فول مش اي حبة فول. حبة فول تاكلي صوابعك وراهم. هيطلعوا معاكي ان شاء الله زبدة. آه هقولك بقى المكونات بتاعة الفول ايه. معايا فول بنجيبه من عند العلاف. لازم الفولة تكون بيضة كده، مش هنجيب الفولة الحمراء. الفولة الحمراء هتغمق معاكي وهتطلع كمان الفولة المية بتاعته غامقة وحمراء. يبقى الفولة البيضة ديت هي اللي هنجيبها، وهنجيب معاها كوباية فول مدشوش. ده شكله الفول المدشوش بتاع الفلافل او البصارة. وهننقعهم مع بعض قدامك من 6 ساعات ليوم كامل، يعني يا ليل الليلة كلها وتقومي الصبح تعمليه، يا نهار كله تعمليه بالليل. يا متى تنقعيه يوم بس مش اكتر من كده، عشان القشرة بتاعته ما تنشفش زي قشرة الفول النابت. انا نقعتهم حوالي 10 ساعات. دول منقوعين حوالي 10 ساعات. غسلتهم الاول، نقيتهم وغسلتهم كويس ونقعتهم. ولازم تغيري الميه عليهم، يعني حوالي كل ساعتين 3 كده، تروحي وانت جايه وانت رايحه عليه تغيري له الميه، عشان نشيلوا الغازات اللي فيه الماده اللي فيه اللي بتعمل انتفاخات. لما بنغيره الميه بتطلع نتيجته احلى وما بينفخش البطن. هحط ايه عليه؟ هحط عليه كوبايه عدس. كوبايه العدس دي انا ما نقعتهاش، انا لسه غسلاها دلوقتي. كوبايه العدس دي مش منقوعه يا جماعه. انا عايزه العدس يفضل بلونه، مش عاوزاه يبو يعني اللون الاصفر بتاعه يروح، عشان هو اللي هيدي فتحان للفول. يبقى انا نقعت الفول المدشوش والفول المدمس بس، لكن ما نقعتش العدس. معايا كمان طماطمايه. لو هتعملي كميه ما تحطيش طماطم، عشان الطماطم بتبوظ بسرعه وبتبوظ معاها الفول. معايا ايه كمان هنا؟ معايا هنا معلقه كبيره بابريكا. ومعايا نص معلقه كبيره كركم. وديت بصوا حبه صغننين اهم خالص، يعني على طرف المعلقه كده. بيكنج باودر. ممكن تحطي كربوناتو اللي هي بتاعه الفلافل. بتفتح اللون وبتخلي الفلافلايه تتهرى الفول يزبط كده ويبقى عامل زي الزبده ويتهرى بسرعه ويستوي. معايا كمان عصره ليمونه. بس الاول انا هزوده ميه كده، ميه سخنه. انا مسخنه له ميه اهو. اهو. والفول واحنا هو على النار ما ينفعش نزوده. لو احتاج ميه نزوده ميه ساقعه، لازم نزوده ميه سخنه عشان ما يرجعش تاني القشره بتاعته تبقى مجلده. حطي كميه ميه مناسبه للفول. خلي بالكم ان كل ما نكتر الفول المدشوش ده بيدي سماكه للميه بتاعته، بيخلي الميه بتاعته سميكه. يعني هو اللي بيتحكم في سماكه الميه، هو والعدس. هعصر دلوقتي بقى عصرة ليمونة. ما يكونش فيها بذر، عشان البذر لو غلى هيمرر. وكمان ما نحطش القشر عشان القشر بيمرر. خلاص كده انا خلصت كده الفول. هبتدي اغطيه. لازم تغطيه بغطا محكم. انا عملته في الحله، عشان اللي بتحب تعمله في الحله وتقول مش هيطلع كويس، لا هو بيتعمل كويس في الحله. انا اصلا ما عنديش دماسه. كل ما اعمله لازم دماسه يعني. لا انا بعمله كده في الحله دي وبيطلع كويس. بس لازم الغطا بتاعها يكون محكم. طب لو الغطا بتاعها مش محكم، يبقى تجيبي قماشه وتحطيها على الحله وتحطي الغطا عليها وترفعي القماشه كده. او تجيبي ورقه زبده وفوق منها ورقه فويل وتحطي عليها الغطا بردك. المهم ان انت لازم تحكمي الفول كويس وهو ايه بيستوي. انا دلوقتي هغطي الحله دي بغطاها، غطاها محكم وكويس، وهرفعها على النار وبعد كده نشوفه هو بيغلي. اهو. هو كده غلى خلاص كده. ما توطيش عليه غير لما يغلي. ما ينفعش توطش على الفول غير لما يغلي. انا كده مش هفتح عليه قبل ساعتين ابص عليه. انا عامله حسابي حاطه كميه ميه كويسه. وادي الفول اهو غلى. ما يعني لونه فاتح زي ما هو لونه جميل. هبتدي بقى اروح كامراه كامره حلوه بالغطا بتاعه واروح موطيه عليه النار زي الشعرايه كده، يعني نار خفيفه. هنقله ممكن انقله كمان على النار العين الصغيره خالص واوطي عليه. مش هفتح عليه خالص علشان ما يسودش. كتر الفتح والقفل على الفول يا جماعه بيسود وبيخليه ما يستويش كله زي بعضه. لكن هو بالطريقه دي هنقفل عليه ونكمره، هيطلع معانا زي الزبده ان شاء الله. هوريه لكم بقى كده لما يستوي، وهقول لكم خد معايا كمان كام ساعه على النار. اهو يا حبايبي.
الفول اهو، هو على النار لسه، بس طبعا النار واطيه عليه اهو. هو اخد من 4 ساعات ل5 ساعات. اقول لكم بقى، انا فتحت عليه بعد 4 ساعات لقيته استوى، بس لقيت ان الميه بتاعته خفيفه. فرحت يعني استنيت عليه نص ساعه كمان وفتحت، يعني لقيتها عايزه تتقل سنه كمان، فسبته حوالي 5 ساعات. ما ينفعش تعلي عليه، ما ينفعش الفول يغلي، لو غلى هيبقى طبيخ مش هيبقى تدميس. اوريكم بقى اهو الفول، بصوا شكله جميل. بصوا منتهى الجمال، شكله جميل. يلا تعالوا بقى نقدموه سوا عشان ايه، اوريكم هنعمل فيه ايه. اهو الفول يا حبايبي منتهى الجمال. انا عايزه بس اوريكم فوله كده. بصوا هو زبد عمل ازاي، طبعا هو من غير ما اجي جنبه الفوله مفتوحه اهي. بصوا والقشره بتاعته دايبه دوب اهي. هوريكم بقى طريقه تهرسوا بيها الفول جميله. بصوا الكوبايه بس تكون نظيفه وتكون مغسوله يعني ونظيفه وما فيهاش التكلسات اللي بتبقى تحت. خلي بالكم من الكوبايات عشان ساعات بيبقى فيها تكلسات كده من تحت فبتبقى مش نظيفه. هوريكم بقى كأنها ايد هون بتهرس الفول اهو. يعني بدل ما تطلعي حاجه بقى كده تتوسخيها، الكوبايه جنب منك واقرب حاجه لايدك اهرسي بيها كده. الصراحه انا ما بحبوش مهروس قوي، يعني بحبه حي شويه. خلاص كده هنحط له بقى ايه، رشه شطه، اللي بيحب الشطه، رشه كزبره ناشفه، كمان كمون اهو، شويه ملح، خلي بالكم ان الميه اللي في الفول يا جماعه اللي انا وريتها لكم في الحله مش كتيره. كل لما تعبي كيس فول خلي معاكي شويه ميه في الكيس عشان ما ترجعيش الفول بيتخن بعد كده، زي ما هو بدأ يبرد وبدأ يتخن اهو. عشان ما ترجعيش تزودي ميه من الحنفيه ويبقى ماسخ. لازم تخلي في الكيس شويه فول، شويه ميه مع الفول. بصوا تخن ازاي وتقل ازاي اهو بمجرد ان هو يبرد بس. اهو عصره ليمونه كمان اهي شويه فول بألف هنا. هجيب له بقى شويه زيت زيتون واجي اهو حطيته في طبق اوسع، بس عايزه اوريكم ان الميه بتاعته هو مش خفيف. ما تستكتروش الميه اللي في الحله قوي، ما هتعبوا كيس زي ما قلت لكم حطوا عليه شويه ميه. هحط له شويه طحينه كده بقى. ايه رايكم بقى؟ يا سلام على بيضتين مسلوقين جنبه، وجبه كامله متكامله، او بيضتين بسمنه يعني عيون منتهى الجمال. احنا بنقولوا عليه بيض بسمنه. بصوا الزيت بقى كده، كتري الزيت شويه، زيت زيتون بقى. اكله في منتهى الجمال في السحور، او حطي جنبه بيضتين كمان بقى تاكلي احلى شويه فول. انا غرفته في طبق تاني كده عشان احط جنبه حبه خيار، حطي جنبه حبه جرجير. ايه رايكم بقى؟ مش عاوز غير رغيف عيش، طماطميتين كمان كده، حاجه في منتهى الجمال. جربوه يا جماعه كده بالطريقه دي، مش هيسود. ما تقولش ان هو بياخد وقت طويل، هو لو غلى اصلا مش هيبقى تدميس، هيبقى عامل زي النابي الطبيخ، ولازم يتسوى على مهله علشان العدس والفول المدشوش اللي احنا حاطينه يدوب، وهو اللي بيدي قوام الميه. جربوه بألف هنا وشفا، يا رب يعجبكم. ما تنسوش كانت معاكم قناه حلو وحادق مع المسيه. ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد مننا. وبألف هنا وشفا. رمضان سعيد عليكم، كل سنه وانتم طيبين وبخير. يا رب تستحروا كده منه وما تحسوش بالجوع في الساعه اللي احنا فيها دي. والى اللقاء في الفيديو الجاي ان شاء الله.